السلام عليكم، مرحبا بيا عندكم. جيت عاوتاني اليوم نونسكم بقصة جديدة. بالنسبة للناس اللي انترسي بمحتوى الجرائم فمرحبا بكم في لاشين عندنا. ما تنسوناش من لي جيم ولي سبسكرايب ولي كومونتير. نبداو القضية ديالنا ديال اليوم. مايزفيل، اوكلاهوما. شيلا ديفيني، مرأة في عمرها 30 سنة، عايشة في واحد البلدة صغيرة، معروفة بالطاقة ديالها والحيوية والروح الزوينة ديالها. دائما كتخلي الناس اللي دايرين بيها مرتاحين. هي عزباء كتحاول بكل جهدها أنها توفق بين التربية ديال وليداتها، الخدمة، وحتى حياتها الاجتماعية. في واحد الوقت شيلا كانت عايشة الحلم ديال أي بنت. تزوجت بلاعب كرة القدم ديال الجامعة اللي كانت معجبة به من الإعدادي وكان محبوب عند كل شيء، ولكن ما طولش الحال حيت تبدلت حياتها مورا الزواج. رجلها كان من النوع العنيف ومن بعد ولا كيتعاطى المخدرات وغرقها معاه في شي مشاكل اللي ما عندها حتى شي حدود. ولدات معاه جوج ديال الوليدات، ولكن المشكل أنهم ما كانوش قادرين حتى يصرفوا عليهم حيت الزوج ديالها مع الادمان ديالو، والادمان راكم عارفين كيطلب بزاف د الفلوس، فلوسه كامله كان كيصرفها على الادمان، فما كيبقاش ليه ما يصرف على مراته ووليداته. مع كثره المعاناه شيلا قررت تحط حد لهاد الشي كامل. رجعت لميسفيل وسكنت حدا والديها فواحد لاكارافان وبدات من جديد. كملات قرايتها، دات شهاده جامعيه وحققت الحلم ديالها، ولات معلمه بحال الام ديالها. كانت كتقاتل مع الوقت وكدير ما في جهدها باش تكبر وليداتها وتوفر ليهم كاع داكشي اللي كيحتاجوه. في 2003 كانت فرحانه براسها وكيبان ليها قدامها مستقبل زوين، حيت كانت يلا غتبدا الخدمه كمعلمه نفس المدرسه اللي فيها الام ديالها. ولكن كيف كيقولوا الحلو ما بيكمل. صباح ديال 6 يناير 2004 ماما شيلا كانت خدامه حتى كتجي عندها لا سيكريتير تخرجها من الكلاس تقول ليها دار ديال شيلا شاعله فيها العافيه وما قدروش يلقاوها. سوزان خرجت من لا كلاس، مشات كتجري تاكدت بان حفيدها كاينين في الكلاس وطارت لعند بنتها وهي مصدومه ما فهماتش، كتحاول تفهم شنو واقع وكتمنى تكون انها غير كتحلم. عيطت للجاره وسولتها. الجاره معاها هضرت معاها قالت ليها فين هي شيلا. الام جاوباتها قالت ليها فين هي الطوموبيل ديال شيلا. فالجاره قالت ليها الطوموبيل واقفه قدام الدار. صافي هنا الام كانت غتسخف بالخلع، قالت ليها اذا شيلا كاينه في الدار. سوزان كانت قربت للدار لكن حبسوها البوليس. سولاتهم واش لقيتوها ولا مازال، قالوا ليها لا مازال. العافيه كانت مازال شاعل، ولكن الاب ديالها دخل الدار كيحاول يقلب عليها. جاو لي بومبي خرجوه، بقاو مقاتلين، طفاو العافيه ودخلوا المره الثانيه. العافيه كانت مجهده بزاف، بقاو حتى طفاو العافيه ودخلوا المره الثانيه كيقلبوا ولقاو واحد الجثه متفحمه في الكوزينه. ما قدروش حتى يحدوا ديال من، ولكن والديها استنتجوا بان هذيك بنتهم شيلة. الاب مسكين كان منهار وكيبكي على بنته الوحيده اللي ماتت هذه الموتة البشعه. هنا ما كنقصدش بانها هي الوحيده اللي عنده، ولكن هي البنت الوحيده بين جوج دراري خوت. الضابطه ديال الحريق قالت لباباها بانهم قلبوا الدار مزيان، بان هذا حادث، وداتو وراتو واحد المقله كاينه فوق الفورنو كانت ضيبه. قالت ليه غالبا بنتك كتكون نساتها فوق البوطه وهذا الشيء هو السبب في الحريق، فما كاين لاش يديروا البوليس شي تحقيق. وحيدات هذاك الشريط اللي كيحبسوا به الناس من الدخول لبلاصه الجريمه وقالت لهم صافي غير نقيو الدنيا، راه ما كاينه حتى شي حاجه اللي غتحتاجوها كدليل. هنا والديها ديف وسوزان اللي صراحه بالنسبه لي انا هما الابطال ديال هذه القصه، ما عجباتهمش الهضره ديالها وما اقتنعوش بها. في نظرهم العافيه ما كانتش حادث وانما جريمه بفعل فاعل. الضابطه دارت في التقرير ديالها بان الحريق كان مجرد حادث. دازو شي ايام جا المفتش ديال شركه الغاز للدار. صراحه ما عرفتش شكون اللي صيفطو، لكن جا للدار من بعد هذيك الحادثه باش يدير الخدمه ديالو. هنا شنو الخدمه ديالو؟ هي انه يقلب الانابيب ديال الغاز، يعني يقلب البوطات. فمشى معاه الاب ديالها هو يسولو، قال لي شنو بان لك؟ راه الضابطه قالت لينا بان هذا حادث وبان راه بسبب المقله اللي دابت وهذا، عاود لي كل شيء. فهذاك السيد بقى كيتصنت الاب كيتصنت ليه، خلاه حتى ساله هو يقول ليه اجي معاه. نشوفو وراه واحد لي تخاص كاينين فوق من نشوفو. قال لي شوف شتي هاد شوفو ما يمكنش تشعل فيه العافيه هكا، حيت هو التصميم ديالو مصايب باش ما تشعلش فيه العافيه بالطريقه هكا. قال لي شي حد خوا فوق من شوفو شي حاجه، خوا فوق منه شي ماده اللي عاونته انه يشتعل، يعني وصلاته ما غاديش تشعل فيه هكا. ولكن قال لي كاين دي تخاص ديال واحد لا ماتيغ اللي تكبات عليه باش تشعل فيه العافيه. من بعد دار الحمام وقال ليه شي حد شعل العافيه هنا فواحد البلاصه بالضبط في الارض وراها ليه. باختصار قال لي شتي هاد الدار هادي شعلوا فيها العافيه في بزاف ديال البلايص، وهذا الشيء مستحيل يكون حادث. هنا والدين شيله ولاو مقتنعين باللي بنتهم تصفات ليها بهذه الطريقه المرعبه، فاتصلوا بمكتب التحقيق ديال اوكلاهوما باش يعاودوا فحص المكان قبل ما يخسروا الادله او لا يضيعوا. ولكن الاشكال هنا ان الضابطه ديال الحريق
بقات شادة في الهضرة ديالها وأكدات بأن هذاك مجرد حادث. هنا الأب مسكين قرر أنه يجمع داك الشي اللي بان ليه يقدر يفيد في التحقيق، أي حاجة ممكن بانت ليه أنها ممكن تكون دليل. دارت الجنازة ديال شيلة ودازت 9 شهور على الموت ديالها، 9 شهور والديها كيتسناو التقرير ديال الطب الجنائي باش يعرفوا كيفاش ماتت، ولكن الإشكال أنهم كانوا رافضين يعطيوهم التقرير ديال التشريح. علاش؟ الله أعلم. 9 شهور. أخيرا في شهر تسعود خرجوا ليهم التقرير. في التقرير الرئتين ديالها كانوا نقيين، ما فيهمش ريحة الدخان، بما معناه أن شيلة ما ماتتش بسبب الاختناق. تحليل السموم ديال الدم ديالها بين بأن دمها كان نقي، ما فيه حتى شي كحول ولا مخدرات، يعني ما كانت متعاطية ما كانت شاربة. تقرير التشريح والتحليل اللي دار على شي حوايج اللي تلقات مع الجثة بينوا على وجود جوج ديال المواد سريعة الاشتعال اللي هما البنزين اللي هو مركب أساسي في الوقود، والتوليوين اللي هاد المادة كتكون في الصباغة حتى هي ماتيغ انفلامابل. خاصكم تعرفوا بأن الجثة ديال شيلة تلقات فوق من واحد الحوايج اللي كانوا فيهم هاد المواد بجوج بيهم، وقالوا مازال بأنهم لقاو الأثر ديال التوليوين في نيفها، وشكوا بأنها استخدمات في شي مشواغ باش يغيبوها على الوعي وتسهل عليهم القضية ديال القتل ديالها. الطب الشرعي قال بأن شعلات فيها العافية وهي حية. هنا وأخيرا الضابطة اقتنعت وتراجعت على القرار ديالها، قيلا كان خاصها مازال تسنى حتى تخرج شيلة من القبر تقول ليها لا راه ماشي حادث. المحققين ما كانش عندهم ادله بزاف، فاستجوبوا العائله صحاب شيله باش يعرفوا التايم لاين ديال النهار الاخر. شيله ديفيني دات ولادها للمدرسه مع 8 د الصباح، ورجعت للدار وفي الطريق وهي راجعه عيطت لواحد صاحبتها، كانوا كيهضروا في التليفون الطريق كامل. ملي وصلت للدار قالت لصاحبتها بسلامه كاين واحد الصديق سبيسيال واقف كيتسناني، وبلا ما تقول ليها شكون هذا الصديق اللي ممكن يكون هو اللي تخلص منها بهذيك الطريقه. هنا هي قالت سبيشال فريند، فما نقدروش نعرفوا واش بنت ولا ولد، المهم فريند كتبقى مبهمه. هنا التساؤلات اللي كاينين هما شكون اللي ممكن يكون عنده شي حاجه ضد شيله، وعلاش غيبغي شي حد يصفيها ليها. شيله فات زوجات جوج المرات، فطبعا الشكوك كتمشي للشريك الحالي في اي جريمه، كتمشي للشريك الحالي او لا الشريك السابق. فشكوا في واحد منهم. المحققين بداو كيسولوا على الطليق الثاني وين اللي تشافت معاه قبل ما تموت بشيامات. الشهود قالوا بانهم ضاربوا وتغاوتوا وفي الاخر جرات عليه. عيطوا لوين قال لهم ما عنديش اصلا علاش نقتلها، كانت عنده حجة غياب قوية. في الوقت ديال الجريمة كانوا الشهود اللي شاهدوا بانه كان في واحد الموقع ديال البناء بعيد عليها تقريبا ب 80 كيلومتر، فوين حيد راسو من دائرة المشتبه بهم. العائلة اصلا ما كانت شاكة فيه، اكثر شخص كانوا شاكين فيه هو الطليق الاول تايسون هندريكس، حيت دوزوا حرب على الحضانة. كلشي كيقول بلي زواجهم كان عامر مشاكل وصداع، وهي اللي رفعت عليه قضية طلاق في عام 1998. ماماها كتقول باللي شيلة قالت ليها بلي تايسون هددها بشي ايامات قبل ما تموت، وقال ليها شيلة غنقتلك وغنحرقك لحد ما غيقدر يدير شي حاجه. عائلتها كيقولوا بلي ما كانت فرحانه بزواجها، وكانوا شاكين بانه كان كيعنفها. في شهور مورا الزواج بداو كيشوفوها دائما لابسه كمام طوال والكول طالع حتى للعنق عز الصهد. ومورا 4 سنين على زواجهم رفعت دعوه ديال الطلاق، كانت دايره امر بعدم تعرض ضد الطليق ديالها اللي كان كيهددها دائما مورا الطلاق. كانت عنده حقوق زياره طبعا، ولكن هي كانت ديما كتلقاه في اماكن عامه حيت فريمون كانت كتموت منه بالخلع. مورا 6 سنين بدات الحرب ديال النفقه اللي تايسون ما كانش ناوي يعطيها لها اصلا. في الاول كان خاصو يدفع 300 دولار في شهريا، ما كانش كيدفعهم فولات عنده عقوبه تخيب. هنا خاصو يدفع 900 دولار او كيتجمعوا عليه النفقات شهريا حتى وصل ل 20,000 دولار اللي خاصو يدفعها لشيله. هنا كان غادي حماق، بغى يتفكر، مشى ليها وقال ليها نازل ولا ما غاديش يعجبها الحال. عائلتها قالوا بانه كانوا عندها تسجيلات ليه وهو كيهددها، هو والام ديالو كانت كتسجل ليهم لي زابيل ديالهم كاملين. من بين التسجيلات كانوا جوج تسجيلات فيهم تهديد صريح وواضح بالقتل. هاد التسجيلات مورا ما ماتت شيله اختفاو. قبل ما تموت كانت كتقول لصاحبتها بان كاينه شي طوموبيل كتبعها النهار كامل فين ما مشات، من وهي كدي الوليدات المدرسه لحتى كترجع للدار. فين ما مشات مشات سوبر مارشي كتلقى الطوموبيل موراها، فين ما مشات كتلقاها موراها وما عارفاش ديال من. الموعد ديال القضيه ديال النفقه ديال في المحكمه كان غيدوز نهار 5 يناير 2004، ولكن تايسون طلب التأجيل اللي توافق عليه من المحكمة. ولكن
هنا القاضية عطاتو إنذار، قالت لي إلا ما حلش هاد الروينة هادي غيدخل الحبس. بغد ليه ماتت شيلة. واش صدفة؟ ولكن تايسون عنده حجة غياب. الجدول الزمني ديالو كيبين بأنه كان خدام النهار كامل. صافي تحقيق هنا وصل طريق مسدود، ما كاينش أدلة، ما كاينش متهمين. والديها خسروا فلوسهم كاملة على المحققين الخاصين، على المحامين، حتى من فلوس التقاعد ديالهم خسروها غير باش يوصلوا للحقيقة كيفاش ماتت بنتهم وعلاش. حاولوا يجمعوا التواقع باش القضية ديالهم توصل للمحكمة. هنا انعقدت واحد الهيئة ديال المحلفين في شهر 3 2006. هاد الهيئة الدور ديالهم هو تحري ديال الأدلة وشهود باش يشوفوا واش محاولة تحقيق مشات كيف خاص يكون، وواش باقي شي طريقة يديروها. عائلتها اشنو كانوا باغين تايسون يشهد تحت القسم، حيت إلا كذب وهو شاهد تحت القسم راح حتى هذه جريمة كيعاقب عليها القانون. هاد الجلسات اللي كيعقدوهم هيئة المحلفين كيكونوا سريين ومغلقين، ولكن وصلت للعائلة أخبار بأن تايسون جمع المحامي ديالو وما قال حتى كلمة. علاش؟ حيت عنده حق دستوري كيخول ليه عدم الشهادة. دازو عامين ما كاين حتى شي حاجة، ما كاين حتى اتهام ولا شك في شي حد. وفوق هادشي كامل والأمر هو أن الوليدات سلموا الأب ديالهم. الأم ماتت فتسلموا الأب ديالهم. وضبط الحرام اشنو دار؟ قال للوالدين شيلة إلا بغيتو تشوفوا أحفادكم تنازلوا على قضية القتل. ولكن ديف وسوزان رفضوا. دازوا سنوات، وليداتها كبروا، والبنت قالت لجدودها واش نتوما باغيين تدخلوا البابا للحبس؟ ماما ماتت وانتوما باغيين تدخلوا لي بابا للحبس وهو ما دار حتى حاجه. صافي نساو الماضي ودفنوه. ولكن الجدود مساكن ليومنا هذا باقي مقاتلين على الحق ديال بنتهم وباغيين الحقيقه تبان. للاسف هاد القضيه باقي غير محلوله لليوم. دابا في نظركم واش العداله غتحقق شي نهار؟ كنت صفاها لشيله وعلاش انا في نظري طليق والام ديالو مشاركين بجوج بهم في هاد القضيه. دابا شيله كانت كتخاف من تايسون، فمستحيل غتقول عليه فريند اولا تقطع مع صاحبتها بلا ما تقول لها عليه اصلا. الا عقلتو السيد راه قلت لكم راه لاعب كرة قدم أمريكية، فدابا تخيلوا معايا قداش غادي يكون. يعني ما محتاج اصلا يدوخها بشي ماده، غير تصرفي راه غدوخ. غالبا غتكون الام اللي جات عندها داك النهار وباش تمكن منها دارت لها داك المشواغ دوخاتها به، ومن بعد بقات كتشعل العافيه في بلايص مختلفه في الدار باش يبان كحادث، ومن بعد في الاخير شعلات العافيه في شيله. من طبيعه الحال ما غاديش نساو نهضروا على الضابطه اللي حلفات ما تبدل داك الرابور حتى حطوا ليها كاع الادله اللي كاينين. أنا في نظري هي أكتر شخص عطل التحقيق، وربما ساهمت حتى في إتلاف شي أدلة بسبب اللامبالاة ديالها وبسبب أنها ما دارتش خدمتها على أكمل وجه. شوفوا حتى أنا كنكره القضايا الأنسوفد، ما كيعصبوني حيت أنا كيبقاو عندي بزاف الاحتمالات، ما كنكونش عارفة. كيعجبني نشوف النهاية، كيعجبني نشوف الحكم، كيعجبني نشوف العدالة وهي كتحقق. هاد القصة مازال العدالة فيها ما تحققتش، ولكن مجرم واضح وما واضحش. مهم ما تقلقوش مني، المره المجايه ان شاء الله نجيب لكم قضيه اللي محلوله وفيها الحكم والمجرم واضح. القضيه ديالنا ديال اليوم سالات، ما كرهتش نسمع ارائكم فيها في لي كومونتير. واش من نظركم تايسون هندريكس والام ديالو هما السبب في المقتل ديال شيلا ديفيني، او لا كاين شي حد شخص اخر اللي حنا ما عارفينوش؟ بغيت نسمع ارائكم في هذه القضيه. وحتى هنا غتكون القضيه ديالنا سالات. نتلاقاكم في القصه الجايه ان شاء الله. ما تنساوناش من الدعم ديالكم، من لي لايك ولا سبسكرايب لي كومونتير. السلام عليكم، تهلاو لي فراسكم. باي باي.